تخيلوا تنوضوا شي نهار وتلقاو راسكم ممنوعين من الإنستا، التيك توك، اليوتيوب لمدة سنة كاملة. ماشي حظر من الشركة، لا، حكم قضائي. هادشي وقع لنعيمة البدوية نهار 11 ماي 2026. السؤال ماشي غير علاش، السؤال الحقيقي هو فين غلطات، وعلاش أي واحد عنده قناة ممكن يطيح في نفس الحفرة. جلسوا مزيان حيت غادي نهضروا على القصة الكاملة بلا عواطف وبلا سب، وفي الأخر غادي نعطيكم 4 دروس تساوي الذهب لأي واحد باغي يدير قناة في 2026. منين جات نعيمة؟ وعلاش نجحت؟ نعيمة البدوية بدات 2021 فاش اليوتيوب المغربي كان عامر بالميك اب والتحديات. هي جات بالعكس، طاجين في الفخار، خبز في الفرن البلدي، روتين يومي في البادية. السر ديال النجاح ديالها 3 د الحوايج. 1، الصدق، ما كانش كتصطنع، كتغلط في الهضرة، كتضحك، كتعتذر، الناس حسوا أنها حقيقية. 2، الحنين، المغاربة اللي في المدن واللي برا تفرجوا فيها باش يرجعوا للريحة ديال الدار والبادية. 3، اللهجة، كتهضر بالدارجة الخالصة بلا ما تحاول تكون فصحى ولا فرنسية. وهكا في أقل من عامين وصلت 2 مليون مشترك، والفيديو ديالها كيدوز المليون بسهولة. ولكن هنا كيبان المثل، إلا على راسك عرف فين توقف. فين تبدل المحتوى وبدات المشاكل؟ النجاح كيدير الإدمان، والإدمان ديال المشاهدات كيخليك تبدل المحتوى. شوية بشوية فيديوهات الطبخ نقصوا وطلع مكانهم الردود، كشف الحقائق، نهضر على فلانة علاش دارت هكا. المشاهدات طلعوا حيت الدراما كتخدم، ولكن الثمن كان غالي. نعيمة دخلت العالم ما عندهاش فيه خبرة. القانون، هنا خاص نفرقوا بين 3 حاجات باش نفهموا علاش طاحت. النقد، نقول الفيديو ديالك ما عجبنيش، هذه هي الأسباب، مسموح. السب والشتم، نقول كلام قبيح على شخص، ممنوع ومعاقب عليه. التشهير، نقول على شخص حوايج تمس سمعته وحياته الخاصة بلا دليل، هذه جريمة في القانون المغربي. ونعيمة بلا ما تحس دخلت للخانة الثالثة. القضية ديال 2025-2026 شنو وقع بالضبط؟ نهار الاثنين 11 ماي 2026 الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس حكمت في ملفين. الملف الأول، نعيمة، سنة حبس موقوفة التنفيذ، غرامة نافذة 10,000 درهم، منع من استعمال جميع منصات التواصل الاجتماعي لمدة سنة كاملة، تعويض مدني للمشتكي. الملف الثاني، بنتها وزوج بنتها، البنت 6 شهور موقوفة التنفيذ زائد 10,000 درهم غرامة، زوج البنت 10 أشهر حبس نافذة زائد 15,000 درهم غرامة. السبب؟ بث مباشر فيه إيحاءات جنسية، تعويض مدني تضامني 30,000 درهم. علاش الحكم قاسي؟ حيث الشكاية جات من مهاجر مغربي مقيم في فرنسا، قال أنهم نشروا فيديوهات فيها سب، شتم، تشهير بيه وبمراته، ومسوا بالحياة الخاصة ديالهم.
المحكمة اعتبرت أن المحتوى فيه ادعاءات كاذبة وكيمس الكرامة، والحكم فيه النفاذ المعجل، يعني كيتنفذ دابا. هادشي علاش قناة نعيمة واقفة وما كاين حتى فيديو جديد. المصادر: ل 360، أنفا بريس، نادور سيتي، كاملين نشروا الخبر نهار 11 و 12 ماي 2026. فين غلطات قانونياً ونفسياً؟ خلونا نحللوا علاش وقعات هاد الكارثة. غلطة قانونية واحد خلطت بين الشهرة والحصانة. نعيمة ظنات أن أنا عندي جمهور ما يقدرش يدير لي والو، ولكن العكس، كلما كبر الجمهور كتزيد المسؤولية. المادة 447 من القانون الجنائي المغربي واضحة: التشهير الإلكتروني جريمة. غلطة قانونية 2: ما عرفتش حدود حرية التعبير. حرية التعبير كتوقف فين كتبدأ كرامة الآخر. تقدري تنتقدي فكرة، ولكن ما تقدريش تفضحي حياة شخص بلا دليل قضائي. غلطة نفسية: الإدمان على التفاعل السلبي. كلما كان الكومنتار خايب كلما الفيديو كيطلع. ونعيمة دخلت في حلقة مفرغة، ترد على الكومنتار الخايب بفيديو خايب، وهكذا حتى طاحت. هذه ماشي غير مشكلة ديال نعيمة، هذه مشكلة ديال 80% من صناع المحتوى اللي بيديروا الدراما باش يجيبوا المشاهدات. شنو خاصك انت تعلم؟ 4 دروس بفلوس. إلا انتي باغية تبداي قناة ولا عندك قناة صغيرة، سمعي مزيان. الدرس 1: خلي عندك خط أحمر قبل ما تصوري. قبل أي فيديو سولي راسك: واش عندي دليل على هادشي؟ واش لو وقفت قدام القاضي نقدر ندافع على راسي؟ واش هاد الفيديو غادي يفيد المشاهد ولا غير غادي يشبع فضوله في الفضايح؟ إلى الجواب لا على 2 ديال هاد الأسئلة، ما تصوريش. الدرس 2: ما تبنيش قناتك على الدراما. الدراما كتجيب 100,000 مشاهدة في نهار، ولكن كتقتلك على 6 شهور. شوفي القنوات الكبار في المغرب اللي باقين هما اللي كيعطيو قيمة: طبخ، تعليم، كوميديا نظيفة، تحفيز. الدراما كتخليك مشهورة، ولكن ما كتخليكش محترمة. افهمي القانون 103.13. هذا القانون كيحمي الحياة الخاصة في المغرب. أي صورة، أي معلومة شخصية، أي تسجيل صوتي، خاصك الموافقة ديال الشخص. نعيمة وبزاف ديال الناس كيظنوا أن من اللي حطيته في اليوتيوب ولا ملك عام. غلط، ماشي ملك عام. الدرس 4: خلي عندك خطة بي. اليوتيوب ماشي مضمون، خوارزميات كتبدل، قوانين كتشدد، حساب كيتقفل. نعيمة دابا ممنوعة سنة كاملة. إلا كانت عايشة غير من اليوتيوب غادي توقف كل شي. ديري ديما مدخول آخر، ولا قناة تانية على موضوع آمن، ولا مشروع صغير. شنو غادي يوقع دابا؟ دابا نعيمة عندها خيارين: 1، تستأنف الحكم. تقدر تدفع استئناف والقاضي يقدر ينقص المدة ولا يلغي المنع، ولكن حتى لدابا ما كاين حتى خبر. 2، تستنى عام، تكمل السنة بلا ما تنشر وترجع 2027 بمحتوى جديد. الجمهور ديالها منقسم، ناس كيقولوا تستاهل حيت شهرات بالناس، وناس كيقولوا قساو عليها كان خاص غير إنذار.
الحقيقة، القاضي بغى يوصل رسالة لكل صناع المحتوى: الفضاء الرقمي ما بقاش فوضى. القصة ماشي على نعيمة، القصة عليك انتي. أنا ما درت هاد الفيديو باش نتشفى نعيمة، هي بنادمة وغلطات بحالنا كاملين. درتو حيت هاد القصة فيها درس لأي واحد باغي يدير قناة في 2026. اليوتيوب ماشي زنقة، اليوتيوب مقاولة، والمقاولة خاصها قانون، حدود ومسؤولية. إلا تبعتي هاد 4 دروس اللي عطيتك، غادي تتفاداي 90% ديال المشاكل اللي طاحت فيهم نعيمة. إلا عجبك التحليل، دير لايك وبارطاجيه مع صاحبك ولا أي واحد اللي باغي يدير قناة، وكتب لي في الكومنتير شنو هو أكبر غلط كتشوفو كيديروه اليوتيوبرز المغاربة دابا، وسبسكرايب باش ما يفوتكش الفيديو الجاي. غادي نهضروا على كيفاش تبني قناة ناجحة بلا ما تدخل في المشاكل. نتلاقاو في الفيديو الجاي، وتذكروا الشهرة سهلة، الصعيب هو تبقى واقف.